معقول الأخطاء اللي احنا فاكرينها بسيطة في استخدام الأدوية دي ممكن تؤدي لمضاعفات خطيرة حتى لو الناس كتير بتعملها؟ تعالوا نشوف ايه هي الأخطاء دي. أخذ المضادات الحيوية من غير وصفة طبية أو بدون سبب يستدعي فعلا ان انت تاخد فيه مضاد حيوي بيؤدي لمقاومة البكتيريا للعلاج. يعني تخيل كده ان انت اخدت مضاد حيوي لالتهاب بسيط من غير ما تستشير دكتور او من غير ما يكون فعلا الحالة مستدعية انك تاخد مضاد حيوي، وفي المستقبل لما تكون فعلا محتاج المضاد الحيوي ده لحالة معينة عندك للأسف مش هيكون فعال. طبعا مش هو ده الخطأ الوحيد الخطير، في خطأ تاني برضو مهم جدا مفروض ما نعملوش، ان احنا ناخد ادوية مع بعض من غير ما نعرف التفاعلات السلبية اللي ممكن تحصل بينها. زي ايه؟ زي مثلا ادوية المسكنات مع ادوية سيولة الدم، دي خطر جدا ان احنا ناخدها مع بعض لانه ممكن يزود لي خطر الاصابة بنزيف لا قدر الله. حاجة كمان غير خلط الأدوية مهمة جدا ان احنا نخلي بالنا من زيادة او تقليل الجرعة، لان ده ممكن بيقلل من فعالية الدواء او ممكن بيسبب تسمم. زي مثلا تناول جرعة زايدة جدا من الباراسيتامول ممكن يؤدي لتسمم وتلف الكبد. انا ممكن اعمل الحركة دي في ايه؟ ان انا ممكن اخد دوايين وانا معرفش ان هما الاتنين فيهم باراسيتامول، ابقى انا كده باخد جرعة مضاعفة من الباراسيتامول. ان انا اوقف الدواء اللي انا باخده بدري عشان انا حسيت بتحسن برضو ممكن يكون ليه خطورة. زي ايه؟ زي ان انا مكملش الكورس بتاع المضاد الحيوي بتاعي، ممكن العدوى اللي انا واخده بسببها المضاد الحيوي ده ترجع اقوى من الاول كمان، لاني اديت فرصة للعدوى اللي لسه ما اتقضاش عليها بالكامل ان هي ترجع اقوى، وهي دي مقاومة المضاد الحيوي. كمان الوقت اللي باخد فيه اي دواء مهم جدا، يعني ياخده قبل الاكل ولا بعد الاكل. يعني مثلا في حاجات ما ينفعش تتاخد على معدة فاضية، زي المسكن اللي اسمه ديكلوفيناك اللي هو مشهور جدا، ده ما ينفعش يتاخد على معدة فاضية خالص. لو اتاخد على معدة فاضية من غير اكل بيسبب تهيج جامد لجدار المعدة، لانه يعتبر بيشيل الطبقة اللي بتحمي جدار المعدة من الحمض بتاع المعدة، ومع الوقت ممكن بعد الشر يعمل قرحة في المعدة. من الحاجات المهمة قوي برضو قبل ما اخد اي دواء اشوف تاريخ الصلاحية بتاع الدواء ده، اذا كان على العلبة من بره او على الشريط من جوه اخلي بالي اشوف الدواء ده منتهي الصلاحية ولا لا، لان في ادوية بتتأثر او بتقل فعاليتها لما باخدها بعد ما بينتهي تاريخ صلاحيتها. وفي الادوية السائلة كمان زي الاشربة او القطرات، ادوية المضادات الحيوية بتاعة الاطفال، لازم اتأكد من الصيدلي بعد ما اشتريها ان انا بعد ما افتح الدواء بقد ايه مفروض يفضل صالح ان انا استخدمه ويتشال في التلاجة ولا لأ. وفي حاجات بعد ما تتفتح بوقت معين المفروض تترمي ما تستخدمش تاني، لانها يا اما بيحصل لها تلوث يا اما بتفقد فعاليتها. وبمناسبة نقطة التخزين، ما ينفعش ان احنا نسيب الدواء في مكان فيه رطوبة جامدة او فيه حرارة عالية، زي ان انا اسيب الدواء بتاعي في العربية تحت اشعة الشمس، لان ده بيفقده فعاليته وبيبوظ بسرعة. ونتنقل كمان لنقطة انه ما ينفعش ان انا اخد دواء على وصف حد تاني بياخده ما يكونش مختص مثلا، لان الحاجة اللي بتناسب غيري مش هتناسبني انا، لكذا نقطة من بينهم ان انا ممكن اكون باخد اصلا ادوية تانية تتفاعل مع الدواء اللي هو وصفولي ده زي ما احنا قلنا في نقطة قبل كده، او ممكن كمان يكون انا حالتي الطبية او حالتي الصحية ما تسمحش ان انا اخد الدواء اللي هو وصفهولي، وده ممكن يؤدي لمضاعفات جامدة. نخلي بالنا برضو واحنا بناخد المكملات الغذائية او الفيتامينات ما ناخدش جرعات عالية قوي، لان هي ممكن تعمل تسمم او ممكن تؤدي لتفاعلات مع ادوية تانية احنا بناخدها. طب تعمل تسمم ازاي؟ زي مثلا فيتامين دي لو اخدته بجرعات عالية قوي ممكن يؤدي لتسمم الكالسيوم، يعني يزود نسبة الكالسيوم جامد في الدم، وده طبعا بيسبب مشاكل تانية احنا في غنى عنها خالص. اخر حاجة حابة انبه عليها انه قبل ما ناخد اي دواء المفروض نقرأ النشرة بتاعته ونشوف الاعراض الجانبية، لان لو في اعراض جانبية مثلا انا مش مستعد لها زي هيسبب نعاس مثلا وانا ورايا مشوار سواقة طويل،
يبقى الافضل ان انا اجله وماخدوش دلوقتي او حسب حالتي بقى، او عشان برضو لو ظهرت اي اعراض جانبية تانية اكون عارف ان هي بسبب الدواء ده وما تخضش او اقلق على الفاضي، حتى لو هشوف الاجراء اللي هاخده بعد كده. لما نخلي بالنا من التنبيهات دي هنحمي نفسنا من اعراض كتير صعبة احنا في غنى عنها. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه هفرح جدا باشتراككم في القناة عندي وانكم تعملوا لايك للفيديو. شكرا ليكم واتمنى لكم الصحة دايما.